راديو زمان. راديو زمان. جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده. مستمعينا الأعزاء، مساء الخير يا عبد الحليم. مساء الخير يا ست سامي، أهلا. احنا عاوزينك النهارده بقى تحكي لنا عن ذكرياتك، عن أول إذاعة عليك قدام الميكروفون. والله أنا أول إذاعة لي قدام الميكروفون ما اتذاعتش على الناس، يعني ما كانتش إذاعة، كانت تسجيل. كان تسجيل لقصيدة لقاء، وسجلته وبعدين عرض على اللجنة، وبعدين اللجنة أفتكر رفضت التسجيل وقالت ده بيغني زي الخواجات. بعد كده جت الظروف وتغيرت اللجنة، وبعدين اتذاع هذا التسجيل بعدها بحوالي يمكن 3 أشهر أو 4 أشهر. نفس التسجيل؟ نفس التسجيل، يعني تسجيل لقاء اللي بنسمعه دلوقتي ده التسجيل الخواجاتي؟ التسجيل اللي قالوا عليه خواجاتي، وتلاقيه لا خواجاتي ولا حاجة. طيب نرجع لورا شوية وتقول لنا عن ذكرياتك، عن المرات الأولى اللي سمعت فيها راديو. يعني إيه كان صدى الإذاعة في نفسك كطفل أو في خيالك؟ يعني بصراحة تقول لنا كنت بتتصور المغنى والمزيكا بتوصل لودنك إزاي؟ يعني أنا طبعا كطفل الواحد كان بيتصور دايما إنه الناس قاعدة في الصندوق ده وصغيرة قوي يا زلمة، وصغننين كده وبتاع. وفعلا كانت يعني محاولات اللي بتخسر الراديو هي ان احنا بنطلع على الكراسي علشان نشوف الناس دول وندور الراديو بتاعه فبيخسر. يعني كان متصور لي انا دايما اتصور انه طب الصوت ده هيجي منين، يعني غير انه ناس يكونوا موجودين فعلا. ف يعني هو ده اللي كان بيتصور لي، انما بعد كده طبعا عرفت انه ده كلام فاضي وان دي موجات وكهرباء وحاجات كده يعني. طيب أول علاقتك بالميكروفون كانت خلال الآلة الموسيقية الأوبوا. هل بتحن للعزف عليها دلوقتي؟ والله أبدا يا ست سامي، أنت عارفة يعني أصل آلة الأوبوا دي من أصعب آلات العزف، وإذا كان الواحد بيعزف عليها دايما ومفروض انه يعزف عليها، مش لازم يسيبها، يعني لازم كل يوم على الأقل يتمرن ساعتين سواء نشتغل أو مشتغلش. فطبعا أنا بقالي حوالي من سنة 52، يعني من سنة ما غنيت وأنا ما عزفتش عليها خالص. تفتكر إيه التطور اللي حصل للأغنية أخيرا في خلال السنوات الأخيرة من حيث الأداء والمعنى؟ والله هو حصل تطور كبير جدا، يعني إحنا لو بصينا للأغاني قبل 10 سنين أو قبل 12 سنة أو قبل 15 سنة بنلاقيها يعني غنوة كل الهم فيها هو أنه المطرب يستعرض صوته والملحن يستعرض قوته على أنه هو يستعرض مجموعة من الأنغام، وسواء يعني كانت بتدي المعنى أو ما بتديهوش. اللي حصل دلوقتي أنه المعنى بقى بيسيطر جدا على الملحن وبيوجهه، والملحن بيحاول انه هو يصور اللحن والكلام الصورة الحقيقية، والكلام كمان تطور والأداء تطور خالص خالص خالص. وبعدين يعني احنا فننا كله تطور حياتنا ما فيش شك. يعني لو كنا مثلا من 10 سنين ولا من 12 سنة ما كناش بنقبل على ودننا غنوة وطنية، لأنه ما كانش فيه إحساس يعني بالوطن فعلا. فكل الظروف دي اتغيرت.
كل واحد فينا حس بأن ده وطنه، وكل واحد حس بأن دي بلده، فبيغني لها زي ما بالظبط بيكون بيغني لحبيبته، زي ما بيكون بيغني غنوة حب. يعني تأكدي ان انا اي غنوة من الاغاني اللي غنيتها سواء كانت غنوة حب او غنوة وطنية بحس نفس الاحساس وانا بغني الغنوة، ان دي غنوة عاطفية. ما في شك ان الاذاعه كان لها دور كبير جدا في انتشار الاغنيه الوطنيه طبعا. وتجاوب الفن مع احداثنا الكبيره. طب بالمناسبه دي ايه اول اغنيه وطنيه انت غنيتها؟ اول غنوة وطنية غنيتها كان اسمها وفاء. وفاء. ويمكن تكون موجودة في الإذاعة. اسمها طول ما نسيم الدنيا بيسري، طول ما النيل في الوادي بيجري، حفضل أصون مجدك يا بلادي لحد آخر يوم من عمري. كان عن النيل برضه ها؟ طول ما نسيم الدنيا بيسري، طول ما النيل في الوادي بيجري، طول ما نسيم الدنيا بيسري، طول ما النيل في الوادي بيجري، حفضل أصون مجدك يا بلادي، حفضل أصون مجدك يا بلادي لحد آخر يوم من عمري. كل شباب الوادي معايا بيغني لك من ألحاني، كل شباب الوادي معايا بيغني لك من ألحاني، كل مناهم زي منايا ملناش غيرك أوطن تاني. كل شباب الوادي معايا بيغني لك من ألحاني، كل شباب الوادي معايا بيغني لك من ألحاني، كل مناهم زي منايا ملناش غيرك أوطن تاني. رايت الخضرة بروح أفديها واسهر الليل أبات رايها، رايت الخضرة بروح أفديها واسهر الليل أبات رايها، رايت الخضرة بروح أفديها واسهر الليل أبات رايها، أفضل أصون مجدك يا بلادي، أفضل أصون مجدك يا بلادي لحد آخر يوم من عمري. أنا أوطاني عزيز علي، أنا أوطاني عزيز علي، مين حيلومني في حب بلادي، أنا أفديها بضيع عينيا، أنا أفديها بضيع عينيا وارفع راية النور على الوادي. أنا أوطاني عزيز علي، أنا أوطاني عزيز علي، مين حيلومني في حب بلادي، أنا أفديها بضيع عينيا، أنا أفديها بضيع عينيا وارفع راية النور على الوادي. كل الشرق نجوم حواليكي وانت البدر بنفرح بيكي، كل الشرق نجوم حواليكي وانت البدر بنفرح بيكي، كل الشرق نجوم حواليكي وانت البدر بنفرح بيكي، حفضل أصون مجدك يا بلادي، حفضل أصون مجدك يا بلادي لحد آخر يوم من عمري. اجري يا نيل واسبق أيامنا، عمر المجد ما يغلى علينا، اجري يا نيل
وسباق أيامنا عمر المجد ما يغلى علينا. اجري يا نيل وسباق أيامنا عمر المجد ما يغلى علينا. وادي طريق النور قدامنا، وادي طريق النور قدامنا، نور الحلو يهنى علينا. كل الوادي ينيل من خيرك، عمره ما يعشق ميت غيرك. قلبي ندرت وحوفك ندري، قلبي ندرت وحوفك ندري، لحد آخر يوم من عمري. أنا أوطاني عزيز علي، أنا أوطاني عزيز علي. مين حيلومني في حب بلادي؟ أنا أفديها بضيع عينيا، أنا أفديها بضيع عينيا، وارفع راية النور على الوادي. أنا أوطاني عزيز علي، أنا أوطاني عزيز علي. مين حيلومني في حب بلادي؟ أنا أفديها بضيع عينيا، أنا أفديها بضيع عينيا، وارفع راية النور على الوادي. كل الشرق نجوم حواليكي، وانت البدر بنفرح بيكي. كل الشرق نجوم حواليكي، وانت البدر بنفرح بيكي. كل الشرق نجوم حواليكي، وانت البدر بنفرح بيكي. قلبي ندرت وحوفك ندري، قلبي ندرت وحوفك ندري، لحد آخر يوم من عمري. طيب ايه احب اغنية وطنية لنفسك يعني بترددها باستمرار؟ كله. تتمنى ايه للإذاعة مش هقول السنة الجاية، لا في عيدها الذهبي؟ والله أتمنى للإذاعة كل تقدم ولو إنها متقدمة، وأتمنى لها كل نجاح ولو إنه طبعا يعني برضو ناجحة. أتمنى إنه يعني كل حاجة فيها تتطور إلى الأمام. أنا معرفش بالضبط قوة الإذاعة إيه، إنما أنا أتمنى إنها يعني كل ما أفتح الراديو في أي بلد في الدنيا أسمعها.